بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين لتسع باقين من جماد الآخرة 21 من جماد الآخرة لسنة 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة وسماع والتعليق على سيرة ابن هشام على شيخنا المحدث مساعد بن بشير حفظه الله تعالى. ويبدأ شيخنا بالمقدمة حفظه الله وبارك فيه. نعم. نبدأ بسماع الأولية قبل يكون فيه كلام قبله، يعني إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لمن لم يسمع الحديث الأولية نقول يعني، ومن سمع يسمع مرة أخرى إن شاء الله تعالى: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم أو يرحمكم كل واحد. فهذا حديث الأولية. وكذلك حديث المحبة، المسلسل بالمحبة إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كما هو معروف عند أهل العلم. كلاهما معروف عند أهل العلم، وخاصة أهل الحديث، وخاصة المختصين بالمسلسلات. وذكرنا من قبل يعني أن المسلسلات لا تخلو من الكلام الكثير فيها، في بعض المرات أحاديث يعني ضعيفة وموضوعة، وربما كان لا أصل لها، وربما كانت يعني مصنوعة صناعة كما يقولون. الحديث الموضوع هو المصنوع في الأصل، يعني هو المصنوع، والصناعة على طرق. فحديث الأولية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك معاذ يعني يقول للحبلي غير من الله عنه إلى أن يصل إلى أيامنا هذه، أو من سمعنا منهم من المشايخ كالفك عمر رحمه الله السوداني، والمطيعي المصري، والشيخ الأندنوسي الشيخ ياسين الفاداني، والشيخ عبد القادر كرامة الله، والشيخ عبد الله الناخبي أو عبد الله بن أحمد الناخبي الحضرمي. في جماعات كثيرة يعني روينا وسمعنا وأسمعونا هذه الأولية، وكذلك حديث المحبة. وفي ما صح يعني من المسلسلات، ما صح من المسلسلات، وحتى الحديث الضعيفة والموضوعة سمعناها من باب السماعات، من باب السماعات. حتى الخرقة هذه المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى علي وإلى يعني الحسن البصري، والحسن البصري ما عنده سماع عن سيدنا علي رضي الله عنه قط ما عنده سماع، ولا من أبي هريرة ولا من أم سلمة التي هي مولاته، ولا من كثير من أهل الصحبة والعلماء، من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وروايته قلة عن بعض الصحابة معروفين يعني مشهورين، يعني كأنس بن مالك، وبعضهم فيه يعني خلاف أو مناكفة بين أهل العلم في ذلك. لكن هذا الحديث، حديث الأولياء أو حديث هذا الخرقة، هذا باطل يعني. وإن كان الناس متعلقين، لأن ابن تيمية وابن القيم والذهبي جماعة من المحدثين في عصر الذهبي ابن تيمية لبسوا هذه الخرقة وألبسوها على أنها غير صحيحة، يعني باعتبار أنها يعني موجودة يعني في الأسانيد المختلقة هذه أو المصنوعة، لكنها لا تفيد شيئا، كما قال عبد الفتاح أبو قدة معلق على اللكنوي في بعض كتبه:
لما قال روينا هذا الحديث الموضوع من أجل البركة، فقال لا بركة في الموضوع، الموضوع ليست فيه بركة أصلا. نعم. نمسك كان طيب. يكون الصوت أوضح. نعم. الموضوع ليس فيه بركة. فأجزناكم إن شاء الله تعالى بهذه الروايات المتعلقة بالأولياء والمحبة. وأجزنا يعني إخواننا الذين سمعوا وقرأوا علينا صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وكان سماعا كاملا الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لم يكن فيه يعني انقطاع إلى أن تم في وقت يعني وجيز يعني الحمد لله. يعني ما يظن الناس يعني البضع وأربعين هذه كثيرة، لأنها كان فيها يعني نوع من أنواع العلم والمعرفة، وأنا استفدت يعني أكثر منكم يعني إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. كما ذكرنا من قبل كلام الإمام مسلم بأن أول من يستفيد هو الذي يكتب هذا الكتاب أو يكتب هذا العلم، أو يعني يتجشم هذه المسائل ليسجلها ويروضها للناس، فهو أول المستفيدين في ذلك. فيلتقي إن شاء الله تعالى إجازة عامة وخاصة، وإن شاء الله تالدة بإذن الله تعالى، نلقى بها الله سبحانه وتعالى ونجتمع بها عنده سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، ولا سيما المحدثين والأخيار الذين أسمعوا الناس هذه السنة وجالوا بها في البلدان ورحلوا فيها، والحمد لله لم ترحلوا، والله من عليكم بهذه الآلات وأنتم تسمعون في بيوتكم وعلى أسرتكم، وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء من عباده. ولا شك أن الرحلة هي أفضل، كما قال الإمام أحمد، لأن الإنسان يتعب ويلقى ويشافه أهل الخير وأهل الصلاح. وعلى أي أجزناكم إجازة إن شاء الله تامة وخاصة وعامة بصحيح الإمام مسلم بكل ما صح لي إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم. وما يسمع من التسجيل مولانا. وكل من يسمع التسجيل كأنما سمع مني إن شاء الله، يعني كل من سمع من التسجيل وهو حاضر الآن يعني أو حضر الدروس، فهو إن شاء الله يعني أنه كأنه سمع مني، كأنما سمع مني. وهذا يعني مذهب جماعة يعني من العلماء ذكرته من قبل، يعني منهم المطيع في جماعة، وما يزال الناس الآن يعني يسمعون السنة بهذه الآلات. فنسأل الله جل وعلا القبول والهداية والصلاح والاستقامة إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابع لهم في إحسان يوم الدين. لعلنا نبدأ اليوم بإذن الله وبحوله وقوته ومددا منه سبحانه وتعالى، وهو يعني الإنسان يعني يتعلق به، وأكيد أن الله سبحانه وتعالى من تعلق به لا يخيب يعني ظنه، لأنه هو عند حسن الظن. نبدأ في هذه السيرة المباركة التي هي نقل لآثار ومآثر ومناقب ونسب النبي عليه الصلاة والسلام، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بالمقاصد وما يتعلق بالسياسة والسير وما يتعلق بكل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة يقوم به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه متجسدة في هذه الآية الكريمة، هذه الآية آية الأحزاب التي جعل الله سبحانه وتعالى آية كاملة
تخص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو المقصود بالقدوة والأسوة والإمامة والنبوة والرسالة، وأن الإنسان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك صلاة أو صياما أو حجا أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أخلاقا أو سلوكا أو سياسة أو اقتصاد أو ما يتعلق بكل إدارة الحياة. هذه كلها يعني الله سبحانه وتعالى جعلها مجسدة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الإمام والحاكم والمجتهد كما قال علماء الأصول، هو النبي والرسول وإمام الصلاة وإمام الإمام الكبرى عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعرف يعني سيرته هذه الذكية، هذه سيرة ذكية. صحيح يكون فيها الحديث الموضوع والحديث المكذوب والحديث الضعيف والحديث ما بين ذلك، لكن في نفس الوقت ما في أحد من الناس حتى ولو قرأ الصحاح الستة والسبعة والثمانية والتسعة وبقيتها التابعة لها من المسانيد والأجزاء والأطراف والفوائد وحتى الكناشات كما يسميها أهل الأثبات، وحتى الأثبات ما تخلو من بعض الفوائد، مثل فارس الفارس فيه فوائد عظيمة وجليلة قد لا يعرفها الناس لأنهم لا يعرفون هذا الكتاب فارس الفوارس. فارس الفارس هذا الذي يعني يضم عشرات أو مئات من الأثبات التي فيها أسانيد الأئمة الأخيار من هذه الأمة من زمن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الذي مات سنة 82 أو 83 هجرية و300 وألف. وقد أدركته وزرته مع شيخنا الفقه عمر رحمه الله الجميع، وسمعنا منه قد لا أضبط السماع، لكن السماع العام يعني حصل يعني سواء كان في البخاري أو في غيره أو في السماعات التي سمعها شيخنا رحمه الله أكون تبعا له يعني بالتبعية، مثل الذي يجاز ويجاز يعني من له من أولاد أو من سيولد له، وقد تكون هذه أعظم من هذه لأنها فيها مشاهدة وفيها يعني مجالسة وفيها يعني رؤية للشيخ عليه رحمة الله. فهو يعني معروف يعني بالسنة، وإن كان يعني ما من أحد إلا ويتكلم الناس فيه، يعني هذه معروف في حياة البشر، ما في أحد يسلم، ولا الأنبياء ولا الرسل عليهم الصلاة والسلام ما سلموا من ألسنة الناس. بل قال الناس يعني ما سلم مولانا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الكبير المتعال وهو ذو الجلال والإكرام وهو الذي لا يلحقه شيء من النقص أبدا. لكن قالوا اتخذ الله ولدا، الكفرة والمشركين والملاحدة ومن لا دين لهم وأصحاب السوء أرادوا ذلك يعني انتقاص مولاه، لكن هيهات هيهات لما فعلوا أو يفعلون. فلذلك هذه السيرة يحتاج إليها الناس، وإن شاء الله يعني بقدر يعني ما أوتينا يعني من علم يعني ولو كان قليلا أو ضئيلا نتلمس يعني المعاني الصحيحة والسليمة والآثار الصحيحة، ونرجع يعني بعض السير إذا كانت يعني صحيحة، إذا كان موجودة في البخاري أو في مسلم أو في كتب السنة الأخرى، إذا يعني كان وعينا صحيحا وحضورنا كان صحيحا إن شاء الله تعالى وبإذنه الكبير المتعال. فابن هشام هذا يعني كل الناس يعني يحتاج إليه، مثل محمد بن إسحاق وبقية أهل السير. طبعا فيهم الناس الأكابر الأجلاء ابن شهاب الزهري وهذا عمر بن قتادة ولا يسمونه هو ابن قتادة، هذا من أجل
عاصم بن عمر بن قتادة هذا تمنى الناس لو أنه هو جمع السير آه، هذه التحف الموجودة في هذه السيرة. لكن الإنسان لما يكون عالما وكبيرا ودليلا ويتحرى الصحيح غالبا يتباعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا ما يضطر إلى ذلك في الغالب يعني في الغالب مثل عقبة، موسى بن عقبة. موسى بن عقبة وجماعات من شهاب الزهري وغيرهم من العلماء الأخيار، كلهم لهم الجزاء الحسن يعني من الله سبحانه وتعالى ومنا إليهم، لأنهم هم الذين ربطونا بهذا النبي العظيم والجليل وذو المقامات الحسنى والجليلة، والذي رفع الله ذكره وعطفه يعني في هذا الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسوله أو رسول الله، وهكذا. فهو وكما جاء في سورة الشرح ورفعنا لك ذكرك، وهذا من رفع الذكر، يعني قراءة هذه السير والسنن من رفع الذكر، ولأنه هذا تاريخ هذه الأمة. نحن يعني لا ننبت ولا ننقطع عن الأمة الأولى التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن متصلون بها بإذن الله تعالى، ولله الحمد ولله المنة ولله الشكر ولله الثناء الحسن أن من علينا بهذه الأسانيد التي نتصل بها ولا ننقطع، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام عموما وعلينا، كما قال يوسف عليه السلام في سورة يوسف: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من فضل الله، يعني كونك تكون يعني واحد ممن ينقل السنة أو ممن يسمع السنة، أو على أقل تقدير عندك إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينقطع في بعض الأحايين، وهذا ليس بالضار، لأنه الكم الهائل المتصل يكفي يعني، لأنه هذا هو الدين. فهذه السيرة يعني ببساطة كما ذكرنا، والناس يعني كتبوا فيها، هذا سير أعلام النبلاء، هذه يعني سير أعلام النبلاء من خيار ما كتب، والغالب يعني في الصحيح للإمام الحافظ الذهبي، أو حتى كتب الرجال يعني مثل تهذيب الكمال للحافظ الكبير المزي، يعني ما تخلو من الفوائد ومن المعاني ومن الفرائد التي تكون في داخل الكتاب، وإن كانت هي تراجم لرجال، لأن الرجال هؤلاء لأنهم هم رافعي وحامليها هذه السنة وهذا القرآن، ولذلك تجد فيها ما تجد، أو في تهذيب والتهذيب لابن حجر، أو التذهيب للإمام الذهبي عليهم رحمة الله جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا بسلكهم كما سلكهم الله سبحانه وتعالى بهذا السلك، ونسأل الله التوفيق والسداد والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، وإعادة أمجادنا التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإقامة الجهاد والقتال والدولة الإسلامية والسياسة والاقتصاد أو الحياة بأجمعها، يعني بأجمعها. قبل قليل أرسل إلي واحد يعني تغريدة يعني وكاتبة يعني بالرسم يعني آية البقرة التي ذكرها الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب أمر الإيمان أو باب أمور الإيمان، وذكر الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، وكتبها كلمة كلمة، قال هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي الحياة.
وصدق في ما قال. لا أذكر اسمه يعني، أنا ما أعرف اسمه، لكن أرسل لي يعني كأنه رقم الله أعلم من جهة 71، يكون من جهة الخليج ولا حاجة زي كده يعني تقريبا. فجزاه الله خيرا على هذه الرسالة. فهذا القرآن أو السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليست مجرد يعني قراءة في كتب أو في سطور أو يعني في صحف أو في إجازات. نسأل الله أن تكون واقعا إن شاء الله تعالى، وبإذن الله يعني هذا سيأتي إن شاء الله. يعني هذا سيأتي أصلا، لكن نسأل الله أن يجعلنا يعني ممن يعني يستعملهم في هذا الطريق وهذا الباب، حتى نكون شهداء على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا. فجزاكم الله خيرا وإحسانا. والكلام في هذا المعنى طويل وطويل، لكن إن شاء الله يحلو بهذه السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أولا وآخرا وبدءا وختما. وجزاكم الله خيرا وإحسانا. آمين. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بأسانيدكم حفظكم الله تعالى وبارك في علمكم وعمركم وصحتكم ونفع بكم البلاد والعباد. إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحاق، والتي هذبها أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب رحم الله الجميع. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلواته وأزكى سلامه على سيدنا محمد وآله أجمعين. ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وسلم وآله إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم ابن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة بن قصي، واسم قصي زيد كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة، واسم مدركة عامر بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدى. أي بس ما مثبتة هنا. لا بد منه. نعم. نعم. خزيمة المدركة. نعم. نعم. ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسم مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن معد بن عدنان بن أد، ويقال أدد. ابن مقوم بن ناحور بن تيح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر ابن ناحور بن ساروغ ابن راع بن فالخ بن عيبر بن أرفخشذ ابن سام بن نوح. نعم. ماذا في الخارج. لا بد منه حسب يعني ما جاء في السير يعني. وإن كان الإسناد إليه يعني غير صحيح يعني، لكن هذا الذي يرى عند أهل السيرة يعني، يرى عند أهل السيرة. نعم. نعم. تاريخ ولا تعرف؟ والله تعرف التاريخ أظنه. طيب أقرأ من عندك يا أسامة من ابن مقوم. نعم. تعال قريب هنا. نعم. يعرب بن يشجب بن نافع بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن بن تارح، تاروح. وآزر بن ناحورة، زاروغ بن راع بن فالخ، نعم. فالخ بن عيبر بن شارخ بن أرفخش بن سام بن لمك بن تشولخ عندما تشلخ شاول، ما في واو تاني بعد الشين. كأنه فيه يعني روايتين. نعم. روايتين. شلخ. نعم. 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 يخلق وهو يدريس الميت يزعمون ظهر. طيب أحسن الله عليك. نعم. نعم. قال ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح، وهو آزر بن ناحور ابن صاروغ بن راع بن فالخ، أو قال فالخ ابن عيبر
ابن شالخ نعم ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لمك، هكذا مضبوطة، ولامك في الخارج. نعم نعم. ابن متشلخ ابن أخنوخ، وهو إدريس النبي فيما يزعمون والله أعلم. وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم. ابن يرد ابن مهليل ابن قينل ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام، وما فيه من حديث إدريس وغيره. قال ابن هشام وحدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير بن شقيق بن ثور عن قتادة بن دعامة أنه قال إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر تارح ابن تارح، نعم، وهو آزر بن ناحور بن أسرغ ابن أرع بن فالخ ابن، نعم، أرغو عندي بالعين، ابن أرغو بن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متشالخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلائيل ابن قاين ابن أنوش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض ما ذكر ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيرا له، ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار، وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته، ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام. قال ابن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا نابتا، وكان أكبرهم وقيذر وأذبل وميشا مبشى، نعم، هي فيها كم ضبط يعني؟ نعم، ميشا مبشى، نعم، ومنشى، نعم، أحسن الله عليكم. ومسمغا وماشى مسمعا ومسمع وماشى ودم وأذر وطيم ويطور ونبش وقيزم، وأمهم رعلة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي. وأمهم عندي مبتدأ، وأمهم رعلة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي. نعم، استئناف، نعم، نعم. قال ابن هشام يقال مضاد وجرهم بن قحطان، وهو مضاد في الأولى، رعلة بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي، ويقال مضاد. طيب، ما في إشكال. وجرهم بن قحطان، وقحطان أبو اليمن كلها، وإليه يجتمع نسبها ابن عابر بن شارخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح. قال ابن إسحاق جرهم بن يقطن ابن عيبر ابن شالخ، ويقطن هو قحطان بن عيبر بن شالخ. قال ابن إسحاق وكان عمر إسماعيل فيما يذكرون 130 سنة، ثم مات رحمة الله وبركاته عليه، ودفن في الحجر مع أمه هاجر رحمهم الله تعالى. قال ابن هشام تقول العرب هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء كما قالوا هراق الماء وأراق الماء وغيره. وهاجروا من أهل مصر، وهاجر من أهل مصر. هذه المسائل يعني بعضها هو تاريخ يعني مؤرخ، لكن قد لا يصح به يعني شيء، يعني كما قال ابن هشام هذا، يعني أشياء تركها لأنها موجودة في الأصول، يعني أصول سيرة ابن هشام
ربما يتقزز منها الإنسان كما ذكر. كذلك يعني ما يقال أنه مدفون مجموعة كبيرة في الحجر، هذا ما يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نحن متعبدون بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ما صح عن جماعة بني إسرائيل لابد أن يكون عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مهما كان يعني صحيحا عندهم، على أقل تقدير أننا لا نكذبهم ولا نصدقهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما كان عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصدق، وهذا هو الصحيح الذي يعني يتعبد به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك يعني فلا، هذا لا. وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، أو يتعلق يعني بالشرائع، أو يتعلق يعني بإخبار الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا لابد أن يكون موثقا بالقرآن أو موثقا بالسنة الصحيحة. والسنة الصحيحة بعد ذلك سواء كانت أحادًا أو متواترا، عندنا كل ذلك واحد. يعني صحيح عندنا المتواتر يعني فيه يعني قوة يعني في ثبات الأمر، لكن في النهاية إذا كان من رواية الثقة العدل الضابط كما قال أهل العلم من غير شذوذ ولا علة، بالاتصال المعروف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه شذوذ ولا فيه علة، ولا سيما العلة الخفية المعروفة عند أهل الحديث. أننا ربما يتساهل الناس يعني في العلة التي يعني عند أهل الحديث أو أهل المصطلح أو أهل العلل على وجه الخصوص، ربما يغض الطرف عنها في بعض الأحيان ما دام صح هذه الشروط التي ذكروها. لكن الإنسان الذي ينبغي أن يكون على جادة، ينبغي أن لا يترك يعني ما قاله أهل العلل، لأن ما قاله أهل العلل هو الدين، لأنهم قصدوا أن ما عدا ذلك هذا يعني لا يستطيع أحد من الناس أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إلا على أن يغض الطرف يعني في هذا الباب يعني في القول. ولذلك هذه الأشياء يعني لم تصح، لكن هو عدم صحتها ووجودها هذا منفعة يعني ومعرفة، بحيث لو أن إنسانا من الناس يعني على الإسلام استدل به يبين له وينبه وما شابه ذلك، أو لو أبى أن يعني يعتبر بهذا يمنع، إذا كان في دولة أو كان في سلطان أو في حاكم يمنع أن يعني يشهر بهذه الأشياء الغير صحيحة بين المسلمين وفي وسطهم. نعم. أحسن الله عليكم. آمين. قال وهاجر من أهل مصر. قال ابن هشام حدثنا عبد الله بن وهب قال عن عبد الله بن لهيعة عن عمر مولى غفرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في أهل الذمة أهل المدرة السوداء السحم الجياد، وفي نسخة الجعاد، فإن لهم نسبا وصهرا. قال عمر مولى غفرة نسبهم أن أم إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وصهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسرر فيهم. قال ابن لهيعة أم إسماعيل هاجر أم العربي من قرية كانت أمام الفارما من مصر، وأم إبراهيم مارية سرية من أم العربي، من أم العربي قرية كانت أمام العربي، من أم العربي هاجر أم العربي من أم العربي. أنت من العربي من شو؟ عندي من نعم هي أم العربي، لا هاجر أم العربي من العربي قرية أصح. كانت أم العربي أصح. نعم من هذه كأنها زائدة عندها. أي نعم. لأن هي من الفرمة كمان. أي نعم، لأنها هي يعني ما كانت يعني باعتبار أنها مولى، يعني وإن كانت يعني استعبدوها وهي محررة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، كما استعبد الفراعنة والمصريين يعني كثير يعني من بني إسرائيل. هذا شيء معلوم يعني فيما بعد يعني، لكن الاستعباد هذا موجود من أول يعني عند هي يقال أنها من الأقباط. نعم. ما يقال كذا أو من الأقباط هي؟ قال نعم من الملك. نعم. أي نعم. لأنها حرة يعني حرة أصلا، لكن استعبدت كما استعبد كثير يعني من الناس.
فهي ليست أم العرب يعني، وإنما يا أبناء ماء السماء كما قال أبو هريرة، الناس هم أبناء ماء السماء، أبناء زمزم هذه يعني. نعم. وقالوا إن العرب قرية هذه يعني. ممكن تكون قرية يعني، لكن هاجر أم العرب، أم العرب. من ناحية معنى كلاهما يصح يعني. أيوة، يعني في القرية اسمها أم نقول العرب يعني أو مسألة البلدان وكذا يعني. نعم. ما يقال أم العريك مش كما يقال إنها من قرية يقال لها ياق ولا باق، ياق عندهم دنين راجع البلدان. نعم. نحن نتحدث في الناس الذين يعني يروي لهم إذا كان معلوما يعني عندنا، يعني ابن لهيعة معروف عندنا، غفر هذا معلوم عندنا. المعروف بأنه ضعيف عند الناس، والناس ينظر العلم على أقل تقدير يعرفون ذلك، فما نقف عنده كثيرا حتى ما نتوقف يعني، ويطول بنا الزمان يعني في السيرة. الذي لا يعرف بعد ذلك يكتب يعني، يقول والله فلان هذا صحيح الرواية ولا ما هو صحيح الرواية. نعم. أحسن بعد الله ذلك إليك. نجمعها كلها ونرد عليها في مجلس آخر يعني، تمر 4 5 6 7 مجالس إذا رأينا يعني التساؤلات كثيرة نجعل لها مجلس والناس يعني يتكلموا فيها. حتى من عنده شيء من العلم يقول احنا لا، أنا لا أحجر إنسانا أبدا إن شاء الله تعالى، ما أحجر إنسان، لكن كل شيء يكون يعني في حدود الأداب والأخلاق والسلوك والعلم والمعرفة، لأن المقصد في الآخر هو العلم، العلم ومعرفة التاريخ هذا، لأنه هذا من ادعى أنه يعرف التاريخ وحده يعني يكون كاذبا. لو قلت أنا يعني أحط يعني بهذه السير أكون كاذبا، ربما أكون أحط ب10 ولا 20 منها، وواحد يكون آخر يعني أحط ب1%. 1% ده ربما أكون أنا ما أعرفه، وأضيفه على العشرة أو ال20 هذه، ويبقى يعني 21 ولا 22 وهكذا يعني، فالإنسان يستفيد. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. آمين. قال ابن لهيعة أم إسماعيل هاجر أم العرب، أو قال من أم العرب، من قرية كانت أمام الفرما من مصر. وأم إبراهيم مارية سرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أهداها له المقوقس من حفن من كورة أنصنة. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. قال فقلت لمحمد بن مسلم الزهري ما الرحم التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ فقال كانت هاجر أم إسماعيل منهم. قال ابن هشام فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان، وبعض أهل اليمن يقول قحطان من ولد إسماعيل ويقول إسماعيل أبو العرب كلها، أبو العرب كلها. وهذا صحيح يعني، إسماعيل والعرب يعني جميعا، هذا هو الذي مال إليه البخاري، وأنا أميل كما مال البخاري يعني، ملت على ملي يعني. يعني ذكر البخاري يعني في التاريخ في داخل الجامع الصحيح يعني لما تحدث عن العرب أو السير، وذكر وحتى في أثناء الجهاد ارموا يعني بني إسماعيل وأنا معكم أو بني فلان، وهؤلاء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكروا في هذا الحديث ظاهرهم أنهم منسوبين إلى قحطان أو إلى اليمن أسلام، واضح؟ فلذلك يعني الجميع كلهم من إسماعيل، يعني قد يكون في قحطان لكنهم ربما يكون يعني لا انتهوا يعني، انتهت مسألة القحطانيين يعني، وبقيت القبيلة المنسوبة إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. قال ابن إسحاق عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وثمود وجديس بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، وتصم وعملاق وأميم بنو لاوذ بن سام بن نوح، عرب كلهم. فولد نابت بن إسماعيل يشجب بن نابت، فولد يشجب يعرب بن يشجب،
يعرب ابن يشجب، فولد يعرب تيرح ابن يعرب، فولد تيرح ناحور ابن تيرح، فولد ناحور مقوم ابن ناحور، فولد مقوم أودد ابن مقوم، فولد أودد عدنان ابن أودد. قال ابن هشام ويقال عدنان بن أد. قال ابن إسحاق فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فولد عدنان رجلين مع عد بن عدنان وعك بن عدنان. قال ابن هشام فصار عك في دار اليمن، فصارت عك في دار اليمن. نعم. وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة. والأشعريون بنو أشعر ابن نبت بن أدد بن زيد بن هميسع ابن عمرو بن عريب بن يشجو بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجو بن يعرو بن قحطان. ويقال أشعر ابن نبت بن أدد. عندنا يقال أشعر نبت، ما في ابنه؟ لا، وذات نبت. نعم. ابن أودل. ويقال أشعر ابن مالك. نعم، يعني إما هو ابن أدد أو ابن مالك. كأنه هو نبت ابن أودل هذا. نعم. نعم. أحسن الله عليك. ويقال أشعر النبت بن أدد، ويقال أشعر بن مالك. ومالك مذحج ابن أدد ابن زيد بن هميسع، ويقال أشعر بن سبأ بن يشجب. قال وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يفخر بعك. قال وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد. قال وهذا البيت في قصيدة له. وغسان ماء بسد مأرب، عندي بالياء، ماء بسد مأرب باليمن كان شربا، وقال شربا لولد مازن بن الأسد بن الغوث فسموا به. ويقال غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة. والذين شربوا منه فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرو بن قحطان. قال حسان بن ثابت الأنصاري والأنصار بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث. قال إما سألت فإنا معشر النجوب، الأسد نسبتنا والماء غسان. قال وهذا البيت في أبيات الله. فقالت اليمن وبعض عك وهم الذين بخراسان منهم عك بن عدنان بن عبد الله بن الأسد بن الغوث. ويقال عدثان ابن الديث بن عبد الله بن الأسد بن الغوث. نعم، هي مضروب عليها بالمعكوفين كأنها من نسخة يعني. ابن الأسد مش نعم، ابن الأسد. نعم. وهم الأسد مش نفسهم. نعم، أحسن الله عليك. نعم. قال ابن إسحاق فولد معد بن عدنان 4 نفر، نزار بن معد وقضاعة ابن معد، وكان قضاعة بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون، وقنصاء ابن معد وإياد بن معد. فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير ابن سبأ إلى حمير ابن سبأ حميرة إلى حمير. عندك مصروف مش لا ما في عليه حاجة. إلى حمير ابن سبأ، وكان اسم سبأ عبد شمس. وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب. ابن يشجب ابن يعرف أم يعرف؟ يعرب. نعم. ابن يعرب بن قحطان. قال ابن هشام فقالت اليمن وقضاعة بن مالك بن حمير. وقال عمرو بن مرة الجهني وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم ابن إلحاف بن قضاعة. قال أسلم، أي نعم هي أسلم ولا أسلم مولانا، برضو عندي مضمومة لكن صححتها من نسخة أخرى. لا، أسلم. أسلم. نعم. أحسن الله عليك. عندك مضمومة أسلم دي اللام مضمومة مش يعرف أسلم هذا. أسلم. نعم. أسلم الحاف. أحسن الله عليك. نعم. ابن قضاعة. نعم. قال نحن بنو الشيخ الهيجان الأزهري قطاعة بن مالك بن حمير، النسب المعروف غير المنكر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. قال ابن إسحاق وأما قنص ابن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد.
وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال إن النعمان بن المنذر كان من ولد قونص بن معد. قال ابن هشام ويقال قنصا. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن شيخ من الأنصار من بني زريق قال إنه حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوتي بسيف النعمان بن المنذر دعا جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي. وكان جبير من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة. وكان يقول إنما أخذ النسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أبو بكر الصديق أنسب العرب. فسلحه إياه ثم قال ممن كان يا جبير النعمان بن المنذر. فقال كان من أشلاء قنص بن معد. قال ابن إسحاق فأما سائر العرب يزعمون أنه كان رجلا من لخم من ولد ربيعة بن نصر فالله أعلم أي ذلك كان. كأنه زي ما قال ابن مطعم هذا من أشلاء قونس بن معد، هذا هو الصحيح. وإن كان هم يعني الغالب فيهم أنهم يعني هلكوا إلا بقية قليلة، يعني هذه القبيلة يعني لم يبقى فيها إلا اليسير، ولعلها بعد ذلك يعني صارت أيدي سبق كما يقال، يعني صارت في القبائل يعني كأنها يعني نسبها لم يكن يعني في ذاك المحفوظ كما حفظت يعني أنساب كثير يعني من هؤلاء العرب. نعم. أحسن الله عليكم. آمين. قال ابن هشام لخم بن عدي بن الحارث لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع ابن عمرو بن عري بن يشجو بن زيد بن كهلان بن سبأ ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر. وكان تخلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب. قال وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جورذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم. فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة من اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه. ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف أهل اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله. وانتقل في ولده وولد ولده وقالت الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا. ففي ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذي كتبنا. ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان فنزل آل جفنة بن عمرو ابن عامر الشام. ونزلت الأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرة ونزلت دسترات السرات ونزلت أزد عمان عمان. ثم أرسل الله على السد سيل فهدمه. ففيه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. قال والعارم السد واحدته عارمة فيما حدثني أبو عبيدة. وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر نعم بالتشديد. عندنا أنت عندك بالتشديد؟ وأنا بالتقوى، لكن يجوز فيها الاثنين زي عكاشة. أنت عندك بالتشديد بدون ضبط. عكابة وعكابة بن صعب بن علي بن بكر. نعم. وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد. قال ابن هشام ويقال أفصى بن دعمي ابن جديلة. واسم الأعشى ميمون بن قيس ابن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. قال وفي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم. رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره أو قال مواره لم يرم. فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم.
فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. و... نعم، طفل، نعم. وهذه الأبيات في قصيدة له. وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي واسم ثقيف قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرمة. وهذا البيت في قصيدة له. قال وتروى للنابغة الجعدي واسمه قيس بن عبد الله أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. قال وهو حديث طويل منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن وقصة شق وسطيح الكاهنين معه. قال ابن إسحاق وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، أو قال من أضعاف ملوك التبابعة. ملك اليمن. وكأنه لسه الخبر كأنه ما جاء. أيوه. نشوف. قال وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليها فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها. فقالوا له اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن نخبره بها. فقال له رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه. واسم سطيح الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن وشق ابن مصعب وشق ابن صعب. نعم. نعم. التخفيف. لا هي ساقطة في نسختي وأثبتها في الخارج. قال اسم سطيح. نعم. قال ابن مازن غسانة ابن مازن غسانة هكذا مش كده، أو ابن مازن ابن غسان في نسخة كذلك. وشق ابن صعب ابن مازن غسانة أحسن لأنه غسانة هي كأنها هي القبيلة يعني. نعم. القساسنة يقال لهم فيما بعد يعني. ابن مازن ابن غسان يكون. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. قال وشق ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن إراش وأنمار أبو بجيلة وخثعم. إراش وأراش. قال ابن هشام وقالت اليمن وبجيلة بنو أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويقال إراش بن عمر بن لحيان بن الغوث. عمرو وعندنا عمر تقريبا إلا النادي. أحسن الله عليكم. ابن عمرو بن لحيان بن الغوث ودار بجيلة وخثعم يمانية. قال ابن إسحاق فبعث إليهما يجوز فيها خثعم وخثعم. نعم. في الخاء. في الخاء. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ابن إسحاق فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال أفعل. رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها تهمة. عندي تهمة وأثبت الضبط الآخر فيها. فوقعت بأرض تهمة أو تهمة. عندنا ظلمة بالضم. نعم. متصوبة مش يعني دي ظلمة تهمة. هذه الأرض المتصوبة. نعم. نحو البحر. نعم مولانا. أتهمة. نعم. يقال أتهم يعني تهمة فيما بعد يعني. نعم. تهمة بسكون الهاء. تهمة. أم تهمة. نعم. تهمة. قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطيح فما عندك في تأويلها. فقال أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك وأبيك يا سطيح
إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن أفي زماني هذا أم بعده قال لا بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع قال لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم قال يليه إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن قال أفيدوم ذلك من سلطان أم ينقطع قال لا بل ينقطع قال ومن يقطعه قال نبي ذكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال ومن هذا النبي قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر قال وهل للدهر من آخر قال نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون قال أحق ما تخبرني قال نعم والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إنما أنبأتك به لحق قال ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان فقال نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة كله ولا كله كله عندنا. نعم فأكلت منها كل ذات نسمة نعم نعم. قال فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا فإن قولهما واحد إلا أن سطيحا قال وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة هنا كله عند كله كله ممكن. كل ذات جمجمة هنا نعم. وفي الثانية كله كله. نعم وقال شق وقعت بين روضة كل في الاثنين نعم والاثنين عندنا كله، لكن أظن كله. هذه ممكن والله ممكن. كل كأنها وجه يعني كلها. لأنه هي التي تأكل يعني الأخضر نعم. واليابس برضه لأنه أكلت منها كل ذات دون. أيوه. نعم لأنه هي ما مضبوطة عندي في الموضعين فأكلت منها في الأول كل ذات جمجمة نعم وفي الثانية كل ذات نسمة نعم. فأكلت منها كل ذات نسمة فقال له الملك نعم وقال شق وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة نعم. فقال له الملك ما أخطأت يا شق منها شيئا فما عندك في تأويلها قال أحلف بما بين الحرتين من إنسان هكذا نعم. لينزلن أرضكم السودان فلا يغلبن على كل الطفلة البنان طفلت. على كل طفلة البنان ولا يملكن ما بين أبين إلى نجران فقال له الملك وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن أفي زمان أم بعده قال لا بل بعده بزمان ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد الهوان قال ومن هذا العظيم الشان قال غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليه من بيت ذي يزن فلا يترك أحدا منهم باليمن قال أفيدوم سلطان ومن ينقطع به قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل قال وما يوم الفصل قال يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات ويجمع فيه بين الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات قال أحق ما تقول قال إي ورب الأرض والسماء وقيل إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمض قال ابن هشام أمض يعني شك هذا بلغة حميرة وقال أبو عمرو أمض أي باطل فوقع في نفس ربيعة من ابن نصر ما قالا فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاد فأسكنهم بالذال بالمعجمة بالدال نعم بالمعجمة. أحسن الله عليكم يقال له سابور بن خرزاد فأسكنهم الحيرة فمن بقية والد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر فهو في نسب اليمن وعلمهم النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك قال ابن هشام النعمان بن المنذر بن المنذر فيما أخبرني خلف الأحمر استيلاء أبي كرب تبان أسعد تبان نعم أبي كرب فيها الوجهين استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب قال ابن إسحاق فلما هلك ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إلى حسان
أو كله. إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب، وتبان أسعد هو تبع الآخر. ابن كلي أم كلي؟ كلي كرب، كلي كرب. نعم. ابن كلي كرب بن زيد، وزيد هو تبع الأول. ابن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار ابن الريش. قال ابن هشام ويقال الرائش. قال ابن إسحاق بن عدي بن صيفي بن سبأ الأصغر بن كعب كهف الظلم ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جوشم بن عبد شمس ابن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن ابن الهميسع بن العرنجج، والعرنجج حمير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن يشجب بن قحطان. قال ابن هشام يشجب بن يعرب بن قحطان. قال ابن إسحاق وتبان أسعد أبو كارب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن، وعمر البيت الحرام وكسره، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر. قال ابن هشام وهو الذي يقال له: ليت حظي من أبي كرب، ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيره خبله. ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيره خبله. قال ابن إسحاق وكان قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة، وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة، فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار، ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول، واسم مبذول عامر بن مالك بن النجار، واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. قال ابن هشام عمرو بن طلة عمرو بن معاوية بن عمرو بن مالك بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار، وطلة أمه، وهي بنت عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. قال ابن إسحاق وقد كان رجل من بني عدي بن نجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عذق له يجد، فضربوا بمنجله فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبره، فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم فاقتتلوه، فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم، ويقول: والله إن قومنا لكرام. فبين تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءوا حبران من أحبار اليهود من بني قريظة، وقريظة والنضير والنجام وعمر وهو هدل بنو الخزرج بن الصريح بن دي بالضم، وهو هدل كلهم بنو الخزرج بن الصريح بن التوأمان ابن سبط. لا، هي لأنه الكلام انقطع يعني، إلا أرجع من الأول أو قدرها يعني. أحسن الله عليكم. بنو الخزرج بن الصريح بن التوأمان بن السبط بن اليسعي ابن سعد بن لاوي بن خير بن النجام بن تنحوم ابن عازر بن عزر بن هارون بن عمران بن يصفر ابن قيث بن لاوي بن يعقوب، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم، عالمان راسخان في العلم، حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقالا له: أيها الملك، لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال لهما: ولم ذلك؟ فقالا: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره. فتناهى عن ذلك، ورأى أن لهما علما، وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف ابن غنم بن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة: أصح أم قد نهى ذكره، أم قضى من لذة وطره، أم تذكرت الشباب وما ذكرك الشباب أو عصره، إنها حرب رباعية مثلها أتى الفتى عبره، فاسألا عمران أو أسدا إذ أتت عدوا مع الزهرة. الزهرة نعم، يا في عندي الزهرة نعم، عدوا مع الزهرة. الزهرة نعم، إذ أتت عدوا مع الزهرة. نعم. فإذا قم فيها أبو كرب سبغ أبدانها ذفرة، ثم قالوا: من نؤم بها أبني عوف أم النجرة؟ بل بني النجار إن لنا فيهم
قتلى وإن تره، فتلقتهم مسايفة مدها الغيبة النثرة. وإن مسايفة لا، فيهم قتلى وإن فيهم قتلى وإن تره. لا نعم. نعم. فيهم عمرو بن طلة ملل. نعم. فتلقتهم مسايفة مدها كالغيبة النثرة. فيهم عمرو بن طلة مل الإله قومه عمره. سيد سام الملوك ومن رام عمرا لا يكن قدره. وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم، وإنما أراد هلاكهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم. ولذلك قال في شعره: حنقا أو حنقا على سبطين حلا يثربا. حنقا على سبطين حلا يثربا، أولى لهم بعقاب. نعم. حنقا على سبطين حلا يثربا للوقف يعني. أولى لهم بعقاب بيوم مفسد. بعقاب يوم. نعم. أولى لهم بعقاب يوم مفسد. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن هشام: الشعر الذي في هذا البيت مصنوع، فذلك الذي منعنا من إثباته. صح. قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عثمان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد، فقالوا له: أيها الملك، ولا ندلك على بيت مال دائر أغفلته الملوك قبلك. داثر. نعم. فلا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة. قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما بيت مكة. نعم. بيت مكة أحسن من مكة. الذي ببكة مش أحسن مولانا؟ نعم. الذي ببكة الباء كأنه إثبات أحسن. بيت بمكة. نعم. بمكة. أن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة. نعم. كأنهم كانوا يعرفون هذا. نعم. بكة بالباء أكثر من الباء. نعم. أحسن الله عليكم. قالوا: بيت ببكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك، لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهم عن ذلك، فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع. نعم. دي بنونين. نعم. تأمرانني. فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال: تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عندي. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حال بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله، وبالدماء التي يهرقون عنده، وهم نجس أهل شرك. أو كما قال له، فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون، ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافرة، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل. فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت، وأوصى به ولاته من جرهم، وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاتا
وهي المحائض، وجعل له بابا ومفتاحا. وقال سبيعة بنت الأحب بن زبينة بن جذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة. قالت لابن لها منه يقال له خالد تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها، وتذكر تبعا وتذلله لها وما صنع بها. أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير. أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بعرستها قصور. والله آمن طيرها والعصم تأمن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير، وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور. يأتي إليها حافيا بفنائها ألفا بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهارى والجزور، يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير. والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير، فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. قال ابن هشام: وهذا الشعر مقيد، المقيد الذي لا يرفع ولا ينصب ولا يخفض. ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك بن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث قال: إن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك، وقالوا: لا تدخلوها علينا وقد فارقت ديننا. فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. فقالوا: فحاكمنا إلى النار. قال: نعم. قال: وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فخرج قوم بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها، حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فذمرهم من حضرهم من الناس، وأمرهم بالصبر لها، فصبروا لها حتى غشيتهم، فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما لم تضرهما تعرق جباههما لم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه. ثم هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محدث أن الحبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق. فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها. ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذا كانوا على شركهم. فقال الحبراني لتبع: إنما هو الشيطان يفتن بذلك، فخل بيننا وبينه. قال: فشأنكما به. فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسودا فذبحاه، ثم هدما ذلك البيت، فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. والإمام كان غير مصروف. نعم. كان بيت يعني أي كلمة؟ رئام. وكان رئام. رئام. نعم. وكان رئام. نعم، صلى الله عليه. اسم موضع نفسه. نعم صحيح. نعم. وكان رئام بيتا لهم. نعم. ملك ابنه حسان بن تبان وقتل عمرو أخيه له. فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق. قال ابن هشام بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم: كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم، فكلموا أخا له يقال له عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابوا فاجتمعوا على ذلك إلا ذا رعين الحميري، فإنه نهوا عن ذلك فلم يقبل منه. فقال ذو رعين:
ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. ثم كتبهما في رقعة وختم عليهما، ثم أتى بها عمرا فقال له ضع لي هذا الكتاب عندك، ففعل. ثم قتل عمرو أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن، فقال رجل من حمير لاه عين الذي رأى مثل حسان قتيلا في سالف الأحقاب، قتلته مقاول خشية الحبس غداة، قالوا لباب لباب، ميتكم خيرنا وحيكم رب علينا وكلكم أرباب. قال ابن إسحاق وقوله لباب لباب لا بأس لا بأس بلغة حمير. قال ابن هشام ويروى لباب لباب. قال ابن إسحاق فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع من النوم وسلط عليه السهر، فلما جاهده ذلك سأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به، فقال له قائل منهم إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر. فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن، حتى خلص إلى ذي رعين، فقال له ذو رعين إن لي عندك براءة. فقال وما هي؟ قال الكتاب الذي دفعته إليك، فأخرجه فإذا فيه مكتوب البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه، وهلك عمرو، فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. وثوب الأخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن. فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له الأخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم وعبث، عندي عبث نعم، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم. فقال قائل من حمير للأخنيعة، عندي الأخنيعة بفتح اللام، للأخنيعة اللام للجر ممكن. نعم. تقتل أبناها وتنفي سراتها، وتبني بأيديها لها الذل حمير، تدمر دنياها بطيش حلومها، وما ضيعت من دينها فهو أكبر، كذاك القرون قبل ذاك بظلمها، وإسرافها تأتي الشرور فتخسر. قال وكان الأخنيعة امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشروبة له قد صنعها لذلك لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشروبته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله فيه، أي ليعلمهم أنه قد فرغ منه، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان، ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل. فلما أتاه رسوله عرف ما يريد به، فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدمه ونعله، ثم أتاه فلما خلعه وثب إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حتى قتله، ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه، ثم خرج على الناس فقالوا له ذا نواس أرطب أم يابس؟ أرطب أم يباس؟ فقال سل نخماس استر رطبان، في الخارج هكذا ولعل أحسن، استر رطبان أم يباس؟ عندك شنو يا أسامة؟ نعم، استر رطبان لا باس. نعم نعم هي في الداخل هكذا، وفي قال نعم عندي استر رطبان ذو نواس كلمة واحدة، استر رطبان لا باس، وفي الخارج است لوحدها ورطبان لوحدها، استر رطبان أم يباس، استر رطبان لا باس. قال ابن هشام هذا كلام حمير ونخماس الرأس، فنظروا إلى الكوة فإذا رأس الأخنيعة مقطوع، فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه، فقالوا ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخبيث ملك ذي نواس، فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير، وهو صاحب الأخدود وتسمى يوسف، فأقام في ملكه زمانا. وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة، من أهل دينهم لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها. وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له ف... ف... فيميون، هكذا يقال له فيميون، وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به. قال ابتداء وقوع النصرانية بنجران.
قال ابن إسحاق حدثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس قال عن وهب بن منبه اليماني قال إنه حدثهم قال إن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام يقال له فيميون، وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين، وكان يعظم الأحد، فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئا، وخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى يمسي. قال وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا، ففطن لشأن رجل من أهلها يقال له صالح، فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئا كان قبله، فكان يتبعه حيث ذهب ولا يفطن له فيميون، حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع، وقد أتبعه صالح وفيميون لا يدري، فجلس صالح منه منظر العين مستخفيا منه لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام فيميون يصلي، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين الحية ذات الرؤوس السبعة، فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت، ورأى صالح ولم يدري ما أصابها فخافها عليه فعيل عوله فصرخ يا فيميون التنين قد أقبل نحوك، فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى، فانصرف وعرف أنه قد عرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه، فقال له يا فيميون تعلم والله أني ما أحببت شيئا قط حبك، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت، فقال ما شئت، أمري كما ترى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم، فلزمه صالح، وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه، وقد كاد أهل القرية يفطنون لشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا فشفي، وإذا دعي إلى أحد نعم وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير، فسأل عن شأن فيميون، فقيل له إنه لا يأتي أحدا دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوبه، ثم جاءه فقال له يا فيميون إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشارطك عليه، فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال كذا وكذا، ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي، ثم قال له يا فيميون عبد من عباد الله أصابه ما ترى فادعوا الله له، فدعا له فيميون، فقام الصبي ليس به بأس، وعرف فيميون أنه قد عرف، فخرج من القرية وأتبعه صالح، وعرف فيميون أنه قد عرف، فخرج من القرية وأتبعه صالح، فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل فقال أفيميون؟ قال نعم، قال ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء حتى سمعت صوتك فعرفت أنك هو، لا تبرح حتى تقوم علي فإني ميت الآن. قال فمات وقام عليه حتى واراه، ثم انصرف وتبعه صالح حتى وطئا بعض أرض العرب فعدوا عليهما فعدوا عليهما فاختطفتهما سيارة من بعض العرب، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران، وأهل نجران يومئذ على أهل العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما، فابتاع فيميون رجل من أشرافهم وابتاع صالحا آخر، فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت له أسكنه إياه سيده يصلي، استسرج له البيت نورا حتى يصبح من غير مصباح، فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي يعبده لأهلكها، وهو الله وحده لا شريك له. قال فقال له سيده فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. قال فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا فجعفتها من أصلها فألقتها، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام، ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. قال ابن إسحاق فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران.
وسمعنا هذه الروايات، وهذه الروايات يعني فيها الصحيح وفيها غير الصحيح وفيها المخالف حتى للتاريخ، وسمعنا ذلك من أول الأمر حتى مسألة الأحباش أو ما شابه ذلك، أو تدمير البيت من ذكر كذا كأنه، نعم. ولا ما تذكرون ذلك؟ ذكر في الشعر. في الشعر، هذا الشعر منحول، هذا الشعر منحول، اللهم إلا أن يكون آخرا ثم أدرج في داخل هذه السيرة. فإذا أدخل في داخل هذه السيرة بعد أن كان ما كان من الأحباش ومجيئهم إلى مكة وهدم الكعبة، ربما يكون إلى الصحة يعني أقرب، لكنه هو يعني قيل من قبل يعني نسبوه إلى النابغة، كأنه نسبوه إلى النابغة، وهذا لا يصح، وكثير من الأشعار يعني لا تصح، وكذلك يعني ما نسب إلى عيسى أو إلى هؤلاء ممن تسموا يعني بالحواريين أو أتباع الحواريين فيها أشياء كثيرة يعني غير صحيحة، لأن الدين الموجود يعني في نجران كان مبدلا، يعني مبدلا من أول ليس يعني آخرا كما يقال هذا يعني، أو ما شابه ذلك، لأنه معلوم في صحيح البخاري يعني الذين هم على الدين الصحيح، يعني ملة إبراهيم عليه السلام نفر أو نفرين أو ثلاثة، كما جاء في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم، سعيد بن عمرو بن نفيل والد زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة. فهذا الذي هو يعني صح بأن أهل الديانة الصحيحة جماعة معينة، ولا يكون عليها إلا أن ينال من كما قالوا هم بأنفسهم، كما جاء في أثر هذا الرجل زيد، إلا يعني أن ينال من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وقال لا أتحمل هذا ولا أفر إلا منه، كما قال. وفي قصص يعني هي غير صحيحة حتى في الأنساب، يعني فيها يعني شيء من الكلام يعني، والإنسان يعني بالإشارة إن شاء الله تعالى يعرف هذه الأشياء يعني بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. نسبه إلى أمية بن مصطفى. أمية هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر في شعره التنسخ والتعقل. نعم صحيح، ما في شك يعني، ما هو أمية ولا النابغة المنسوب إليهم كثير من الشعر فيه المنحول. طبعا في ناس يعني الأغبياء يعني في المدرسة التنويرية التي عليها طه حسين وهذا الذي يسموه أحمد السيد شيخ العرب، والله ما هو شيخ عرب ولا عنده علاقة بالعرب، يعني الذي أراد أن يعني يحول العربية إلى اللغة اللاتينية، لكن الله سبحانه وتعالى خيب ظنه ومراده، وهم الذين يعني قالوا بشعر أمية كله يعني منتحل، ورد عليهم أظن واحد اسمه الشيخ محمد أحمد عرفة ولا حاجة زي من خيار جماعة الأزهر والمصريين، بجماعة من ردوا على هؤلاء يعني. ما كل الشعر يعني منحول، ما كل الشعر منحول، وفي المنحول فيه بعض الشيء الذي يكون يعني صحيحا بسبب نوع من أنواع التنبؤ، يعني إذا يعني صح إلى صاحبه نوع من أنواع التنبؤ، مثل الذي يعني هؤلاء يعني الإخوة الذين يعني بينوا هذه الرؤيا لهذا اليمني، هذه هي صحيحة يعني في بعض الآثار والتواريخ أنها صحيحة، لأنه بسببها حصل يعني سد مأرب هذا وانهد، وكما يقال يعني أكله هذا الفار أو أكلته هذه الفارة كما قالوا، وهذا شيء معلوم. ولأنه في بعض المخطوطات أو بعض المنحوتات على الجبال ووجدت يعني حتى قبل 50 70 100 سنة كما يقول العلماء،
وكما نظرنا في بعض الكتب التي يعني ذكرت هذه المنحوتات التي نزلت على الجبال، كما ذكر في أثناء الكلام يعني في أشياء منحوتة، هذا موجود. وذكرت لكم من قبل ذلك يعني هذا سعيد الأفغاني عنده يعني رسالة في هذا الموضوع، يعني مسألة اللغة الحميرية أو النحوت أو ما شابه ذلك، أو الإمالات الموجودة عندنا في القرآن هذه، واللغات الموجودة في القرآن واللهجات. يعني حتى ذكر يعني لهجة الشاعرية عندنا في السودان أنها شبيهة باللهجات العربية في مسألة الإمالة. عندهم إمالة يعني في بعض المواطن، ما إمالة تامة، يعني ما إمالة تامة، يعني يقال في بعض المرات يعني كريمة مش يعني ممكن تقول كريمي، لكن لما جاء الرجل قال لا ما تقول يعني ما تميلي، ما تعمل إمالة. ولما جاءت المرأة يعني بقطر في سندي قالت يعني سندا، طبعا لأن الرجل قال لا ما تميلي الإمالة هذه، الرجل زوجها وصاحبها وولي أمرها يعني، فقال لا سندي، يعني فيها شيء من الكثرة يعني. وهكذا يعني حتى ذكر يعني هذا الشيخ الأفغاني هذا، وإن كان هو من المدارس العصرانية، لكن عنده يعني بعض الكتب وغيره يعني، وغيره من الناس الكتب في هذا الباب. فهذه يعني أشياء يعني الحمد لله يعني ربنا من علينا يعني أهل الإسلام بأن هذه الأشياء الغير صحيحة يعني ما تمر على كل الناس، يعني كل الناس ما تمر عليهم بحيث أنهم يعني يرونها صحيحة. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، يعني حفظ مولانا سبحانه وتعالى. كما ذكر له عبد الفتاح أبو خلد في أحد رسائله، يعني له كلام جميل وجليل، قال يعني أهل الإسلام حفظوا كل شيء، آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وآثار التابعين وهلم جرة، وحتى النكت يعني التي تكون يعني النكت أو الفوائد أو حتى الضحكة أو كذا أو كذا، يعني حفظت بأسانيدها يعني لأهلها أو لأصحاب الشأن الذين يعني ذكرت عنهم، أو الذين أو التي يعني نسبت إليهم هذه المسائل. فهذا من حفظ مولانا سبحانه وتعالى، يعني هذا من حفظ مولانا سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني يعني كان في جهالة شديدة يعني في 100 سنة الماضية، لكن بفضل الله يعني وجود يعني بعض أهل العلم يعني وللحق يعني، يعني يقال يعني هذه الطفرة العلمية أو هذه يعني النوع من العلم الذي ظهر، يعني سواء كان أحمد شاكر أو بعض العلماء الذين كانوا في زمانه، أو حتى الألباني يعني له يعني باع كبير جدا في معرفة الآثار أو معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأكاذيب والمختلقة أو المختلقة، هذه كلها يعني مختلقة ومختلقة ومصنوعة وصنعت، وغيره يعني من أهل العلم يعني. والفضل يعني بيرجع يعني أولا يعني للشيخ محمد عبد الوهاب، يعني وإن كان ليس محدثا كبيرا يعني، وما هو لازم، يعني ما هو لازم حتى ما يطعن فيه يعني، ما ينبغي يعني، لكنه له الأثر وله الفضل الكبير والأثر العميم يعني في إحياء الأمة وإحياء العقيدة يعني. يعني حتى الحنابلة لما قالوا بنجد يعني لا يعرفون إلا الخرافة والدجل والشعوذة، ويعرفون هذه الشجرة ولا هذه النخلة يعني يتبرك بها ويتوسل بها. فلما جاء الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خيرا وإحسانه هو له فضل في هذا. فكل الحسنات الموجودة يعني عند الناس لعلها إن شاء الله تعالى بفضل الله ترجع إلى هذا الرجل، مثل ما قال الذهبي، قال كل من يقرأ القرآن يرجع ثوابه إلى زيد بن ثابت. طبعا النبي ده اصلا ما يحتاج يعني، لانه هو صاحب الاصل يعني، ما يحتاج النبي وابو بكر وعمر والافاضل الاكابر الذين حفظوا القران وشهد لهم الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن هو لانه كتب المصحف بيده مع هؤلاء الجماعه. فذكر الذهبي يعني في ترجمته قال هؤلاء الذين يقرؤون القران كل حسناتهم يعني تنزل في صحيفه حسنات
زيد بن ثابت، وأعظم بها من مكرمة ومن فضل وإحسان وحسنات وما شابه ذلك. فهذا يعني الذي ينبغي يعني أن نحمد الله عليه، يعني الحمد لله على هذه النعم كبيرة جدا وعظيمة، ونحن يعني نقول ذلك، يعني ليس يعني نمتن على الله، بل الله يمن علينا، يعني بل الله هو الذي يمن. لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا من، والمن يعني الإنسان يعني يذكر زي ما ذكر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لما يعني العباس وعلي وآل البيت يعني ظنوا بأنهم يعني ظلموه وما شابه ذلك، وذكر أبو بكر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر، وبعدين ذكر نفسه، يعني إنه أبو بكر هذا كان يعني كان له الفضل في ذلك، وأن له المن في ذلك، وأن له يعني إقامة الدين وما شابه ذلك، وأنتم تظلمونه. وكذلك يعني مدح نفسه بأنه هو سائر على طريق أبي بكر، يعني في بعض الأحايين، وإن كان هو في كثير من الأحيان يعني هو يستصغر نفسه ويهضم نفسه وما شابه ذلك، بحسب ما هو يعني عبد لله سبحانه وتعالى، بحسب المقامات. فلذلك يعني نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله علينا بها جميعا. لست أنا يعني وأنتم، أنا وأنتم يعني من الله علينا في هذه الأيام نقرأ بهذه السيرة. يعني ما أعلم في علمي الخاص يعني الذي يعني أعرفه على قدر القليل، يعني ما أحد من الناس يعني قرأ هذه الرسالة أو هذا الكتاب سيرة ابن هشام، يقرأها قراءة كاملة إلى آخرها، ويكون له فيها سماع أو قراءة، وهذا من فضل الله. تالله لولا الله ما تصدقنا، ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا بغوا يعني فأنزلن سكينة علينا فإن الأولى بقوا علينا، وإذا أرادوا فتنة أبينا. الحمد لله أولا وآخرا. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى للعباد. فهذه السيرة يعني سمعنا كثيرا منها يقرأ يعني عندنا هنا في الإذاعات، وبعض الإذاعات حتى تقرأ خطأ. والحمد لله هو الآن يعني أخونا وولدنا محمد طه وأخونا وولدنا أسامة قد يكون أخ لنا يعني إن شاء الله تعالى في العلم وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، عندهم ضبط يعني الأسماء ما شاء الله تعالى، حتى ما أحوجوني في كثير يعني من الأحيان. فلهم من الله أعظم الدعاء وأفضل الدعاء وخير الثناء عند الله سبحانه وتعالى، وأرجو الله أن يكثر منهم إن شاء الله تعالى. ونقرأ 10 دقائق أو ربع ساعة بإذن الله تعالى. سؤال. نعم. منهج التاريخ والسيرة والمصادر التي تستقى منها هذه الفنون. يسمع السؤال يعني. قول السؤال، تعال قول يا أخي، أنا أقول لك تعال. سؤال عن منهج التاريخ والسيرة النبوية. نعم. وعن المصادر التي تستقى منها هذه الفنون. الله يجزيك خير، بارك الله فيك. يعني هذه السير أو هذه السيرة طبعا أعظم يعني منهج له هو الكتاب والسنة، كتاب والسنة وتاريخ العصر الصحيح، يعني التاريخ العصر الصحيح. وبعض يعني ما من الله به علينا من بعض المشايخ الذين تكلموا في يعني صحيح السيرة، منهم يعني على ليس على الحصر، يعني هذا أكرم ضياء العمري، المحاولات التي حاولها في صحيح السيرة، وكذلك يعني الألباني في بعض ما كتب يعني صحيح السيرة وبعد التواريخ، وكذلك يعني كتابه هذا العظيم سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، يعني فيها كثير من هذا الباب، وكثير يعني ممن كتب في هذا المضمار، حتى الشيخ المبارك فوري بكتابه هذا الرحيق المختوم، وإن كان يعني ما يعرض كثيرا على
مثلا التصحيح، لكنه يعني الإنسان لما يأخذ كتاب ويحاول يعني هذا الكتاب يحصره أو يجعله أو يختصره، لأنه الاختصار يعني معناه أنه اختصر أصح ما وقع له، وهذا مفيد جدا جدا يعني في معرفة هذه السيرة والسير وما شابه ذلك، ولا سيما مثل ابن هشام، ومثل ما ذكر يعني حتى الناس المعلق هذا يذكر بعض الناس يعني سواء كان هذا ابن سيد الناس يعني عنده اختصار، وأول السير ذكرناها أول يعني الصحيحة والسليمة أو أقرب للصواب وإن كانت قليلة أو مختصرة، سواء كان موسى بن عقبة أو الزهري أو عاصم بن عمر بن قتادة أو في جماعات، يعني ليسوا هم جماعات كثيرة، وما تزال يعني المسيرة سائرة، والكتابات أنها يعني تكتب يعني إلى يومنا هذا. يعني كثير من الناس لهم في ذلك يعني باع، أو لهم في هذا الأمر يعني شيء يعني من هذا القبيل، وهذا كله نافع، لأن الإنسان الذي يختص بتدريس السيرة لا بد له يعني أن تكون له إلمامات كثيرة يعني بكتب كثيرة ومراجع كثيرة. هذا البلادري وهذا ما أعرف فلان، وزي ما ذكرنا يعني تهذيب التهذيب أو كتب الجرح والتعديل عموما، هذه من أحسن ما يحتج بها في مسائل السيرة، لأن معرفة الرجال هذه معرفة الرجال هذه من أعظم العلوم، يعني بها الإنسان يستطيع ما ينسب الشيء الباطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير، الباطل والموضوع والمكذوب والمنكر والواهي، ويبقى بعد ذلك الذي هو ضعيف يعني ممكن يعني على حسب التجاذب الحاصل بين المحدثين في الضعيف الذي يحتج به أو الذي لا يحتج به، مع عدم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه يعني يستانس به. هذه كلها خاصة في السيرة، يعني خاصة في السيرة. وأذكر أظن ضياء العمري أو غيره لما ذكر الدكتور هذا معروف، هذا اسمه مين؟ بشار معروف، يعني بعد ما كتب واحد يعني في السيرة يعني وتضعيف وكذا وكذا، فهو يعني أبى يعني أن يكون معه في هذا بعد أظن ما انتهت، قال لأنه هذه الأحاديث الضعيفة أو السير الضعيفة يعني الناس يعني مشوا عليها، يعني مشى عليها الناس ودرجوا عليها وإن كانت لم تصح، لأنه ربما يكون في بعضها وإن لم يصح قد تكون صحت يعني بالنقل، يعني النقل العام، وهذا كلام جميل إلى حد ما يعني من أجل الإنسان ما يعني يتعجل ويسرع إلى إنكار يعني ما هو ضعيف، اللهم إلا أن يكون موضوعا، هذا ينبغي له أن ينكره، لكن ما كان ضعيفا أو واهي دون الوهي الشديد أو المتروك الشديد، فهذا محل اعتبار يعني كما قالوا. فممكن إعمال الحديث الضعيف في هذا المحل، يعني في التاريخ في السير يعني هكذا، وفي بعض الأحايين يعني، وإن كنت لا أرى ذلك يعني في التفسير، أنا لا أرى ذلك في التفسير أبدا، أي شيء يعني ضعيف أو واهي أو متروك أو هو بين لا أراه في كتاب الله، لأن هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، والإخبار عن الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا باليقين حتى في التفسير أو ما شابه ذلك. لكن إذا كان هناك مما يستانس به، وهذا طبعا هذا معروف عند المتقدمين، حتى المتقدمين يعني أنا قرأت لأبي زرعة حتى كتاباته في التفسير وما شابه ذلك ربما يغض الطرف يعني في بعض الأحيان عن بعض الأشياء سواء كان في التفسير أو في غيرها، لكن ليس بالضعيف الذي يعني لا ينجبر، يعني الضعيف الذي ينجبر. لكن الإنسان يعني عادة ينبغي عليه في القرآن ألا يحتج إلا بما هو
يعني معتمد يعني. أما غير المعتمد هذا ما ينبغي له، لأن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون باليقين. هذا والله أعلم يعني. هذا ما يعني أستطيع يعني أن أقول يعني الآن يعني وأستحضره، ولعله يعني في الأيام التالية يمن الله علينا وعليكم ببعض ما يفتح الله به من خلال العلم يعني. ليس يفتح به يعني فتح الغيوب أو ما شابه ذلك، أنا لا أرى ذلك يعني. الفتح يعني حتى المواهب تكون من خلال العلم، يعني يفتح لك في معرفة هذا العلم يعني مؤداه وما يؤدي إليه. هذا هو المعروف يعني من خلال القرآن، من خلال القرآن أو خلال السنة الصحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم أحسن الله عليكم الله خيرا شيخنا. وإحسانا. آمين، وجزاكم مولانا آمين. وبارك فيكم. نقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.